المشاهدون الأعزاء، في هذا اليوم الجميل بالعاصمة القومية على ضفاف النيل الأبيض نلتقي بعمنا عبد المنعم الشهير بالريس عبود ليتحدث لنا عن ماهية الصيد في هذه المنطقة الجميلة الخلابة. كما نحيي الشعب السوداني غاضبة بأعياد الاستقلال المجيد، العيد 67 لاستقلال وطننا الحبيب السودان. لنستمع من عمنا عبد المنعم المشهور الريس عبود. عمنا عبد المنعم، كيف حالك؟ نعم، مرحبا بكم ومرحبا في ضيافة عمنا عبد المنعم القدم لنا الشاي الجميل الخلاب، الشاي السوداني العامله وين؟ عامله في المركب المتواضع، وهو عبارة عن بيت مسقر. لكن يا عمنا عبد المنعم، قبل ما نخش في تفاصيل زيارتنا الجميلة دي، عايزين نعرف، طبعا دي كوباية الشاي لكن انت مغلفها بباق، السبب نعم. شنو؟ السبب لأن الرطوبة في البحر شديدة، لما تيجي تكون فيها الشاي سخن بتطق طوالي تتكسر، عشان كده احنا نقوم نعمل لها الحماية دي. بتعمل لها الحماية كريستال. أيوة، مقطوعة من البلاستيك كريستال. نعم. بتاعت بارد عادية بنكبسها فيها. بتجلسها فيها، واثناء رحلتك قد تتجاوز الرحلات ساعات او ايام. بالضبط كده، شهور، شهرين، ثلاثة. ما هي المناطق المشهورة بالصيد على ضفاف النيل الابيض؟ جميل شديد. يلا، طبعا المنطقة اللي احنا فيها دي هي منطقة طويل، نعم اللي هي بتقع شمال خزان جبل أولياء وجنوب الخرطوم. نعم. هي تابعة لطيبة الحسنات وتريح تربية ومنطقة كجبي والنوبة، شاملة الحتة دي كلها. نعم. المنطقة دي كلها، المنطقة دي غنية بالأسماك، لأن هي بحيرة كبيرة وعريضة، وبعدين فيها خيران وفيها شجر، السمك بتوالد وبتربى هنا. دي المنطقة دي. الرحلة بتاعت الصيد بتبتدي من احنا بالذات بنمشي السلمانية غرب المنطقة دي، السلمانية غرب النيل. غرب النيل. نعم بنبدا من هناك وبنمشي مع التيار لحد منطقه الشقيلات، نعم. وبنرفع السمك وبندور المطورات، نجي راجعين هنا تاني، ونبدا تاني الشغله بعد يمكن 5-6 ساعات. نعم. ناكل لنا لقمه، نشرب كوبايه شاي. نعم. نبدا تاني نفس كوباية الطريقه. الشاي زي دي كده يعني. ايوه، نفس الطريقه دي. ايوه عندنا اخوان لنا بيكروا في نفس المنطقه برا في الشاطئ، ايوه. بيكبوا بعد العلف وبيكبوا الحاجات دي وبيجروا شباك اللي برا، بيطلعوا السمك يشيلوه بدوه السوق المركزي. قبل 3 يوم عندنا اخونا كمال كباشي قابلت له قطعه فيها 78 كيلو. 78 كيلو. 78 قطعه واحده. والله ما شاء الله. ونحن مرت علينا الظروف دي، انا قبضت 94 قطعه. نعم. 94 كيلو قطعه واحده سبحان في الله. مواسم معينه داخل النيل الابيض. داخل المنطقه دي بالذات اللي هي مجرى النيل. نعم دي منطقه جبل اولياء اللي هي جنوب خرطوم، شمال جبل اولياء. نعم. دي المنطقه دي غنيه بالاسماك. نعم. تبدا من جبل اولياء لحد المقرن، ايوه تبدا المنطقه دي كلها. ايوه. عندك اول حاجه بتبدا بيقول الشجرات، العسوسات، الكلاكلات، الشقيلات، ود العقلي، تجي هنا منطقه طويل، تجي منطقه السلمانيه غرب، تمشي طوالي تجي تخش بعد كده جبل اولياء. المنطقه دي كلها ناس متعارفين مع بعض وقبيله واحده. الحياة جميلة على ضفاف الأنهار عموما في العالم، وعلى ضفاف النيل الأبيض على وجه الخصوص بالعاصمة القومية. نعم. يا ترى هل هنالك عوائق في أثناء رحلتكم بالنسبة لصيد الأسماك؟ كميات حتى اللي انتوا بتجيبوها هل بتتباع لكم سريع؟ جميل. يلا، نحن طبعا في النيل الابيض ده زمان كان منطقه الصيد اغلب، نعم بنعاني من حاجه واحده بس، ودي بقت طبعا حاجه عاديه، الرحل. نعم الرحل الترفيهيه. نعم بيجوا ما براعوا للصياد، نعم. بيجوا نزلوا هسه زي العربيه دي بغسلها لنا جنبنا هنا. أيوة. بتكون شايله سموم، شايله بغايا، مثلا مخلفات. بغايا. بتكون شايله السموم عديد. نعم. يعني حاجات طبيه، حاجات بيجوا بغسلوا هنا في الشاطئ. الشاطئ بتلوث واثر في السمك. والحكايه دي انا بوجه المسؤولين تبع ابحاث الاسماك، نعم. يراعوا الحته دي. يعني بقت غسيل العربات في المنطقه دي كلها كثير شديد. نعم. بما اثر شويه في السمك، الدوشه، الازعاج، المواد اللي بيكبوها. يعني بغير الزيوت، انا ممكن اوريك في الشاطئ دلوقتي هنا المنطقه دي شايف؟ نعم. دي بغير الزيوت هنا. مخلفات
سالبه بالنسبه للمياه. بالضبط كده، للاسماك وللبشر. جميل. بالذات البحر ده بيجيب زيت، بيجيب في المخلفات بتاعت العربات دي، بيسبب في تلوث. يعني المواسير بنجيب مويه من جوا البحر خالص. نعم. لانه هنا حسين ده حتى المنظر ده ممكن هسه الدفار ده بغسل. ايوه. شايل جزلين، شايل سموم بتاع الدواجن، شايل حاجات عجيبه شديد. نعم. ها لما يغسل هنا يعني حصل مره جات عربيه شايله السن بتاع الجراد، يا جو سلام. غسلوه في البحر، السمك ده مات كميات. نعم. كميات مات. دي العوايق. نعم. دي العوايق. جميل جميل. عمنا عبد المنعم، احيانا بتصطادوا في فتره معينه، الفرق ما بين صيد الليل والنهار شنو؟ في الشتاء نعم. هو بيفكوا فك، الفك ده انت بتفك الشبكه في المويه. نعم. وبتكون هي ماشيه. نعم. وانت مباريها بالغار، تصل حته معينه بترفعها، زي ما قلت لك بتخلصها وتبدا ثاني. ده دائما بيبدا بالليل. ايوه. بيبدا بالليل، بيكون في هدوء في الجو، السمك ذاته بيكون ما شاعر بحاجه، بيكون الدنيا صنت شويه راقت يعني. ايوه. ده بيكون دائما سمك متوفر. ايوه. في الخريف بالعكس، بنرمي الشبك رمي، نعم. ما بكون في تيار، بنرمي الشبك رمي. نعم. ده بجيب سمك، الشبك هو اثناء مرمي بس. نعم. بنحول من شبك لشبك، نعم. من شبك صغير لشبك كبير، يعني تجيب 500 كيلو 400 كيلو سمك. الله يديك العافيه. انواع الاسماك المتحصل عليها من قبل الصيادين عموما انواع معينه ولا متعدده ومختلفه في الاشكال وفي الاحجام؟ لا مختلفه طبعا. نعم. الايام دي السمك عامه كله انواع مشكله. في الشتاء هاي هو البلطي والبياض. نعم. والقرقور والكواره والكلام. شهر 5 نهاية 5 الخزان بيتقفل، المويه بتكون تنحصر، بيجي سمك العجل ده بيكون منحصر. يعني بنطلع العجول دي من مقاس 10 كيلو، انا بالذات حدي 94 كيلو ببطل قطعه واحده. جميل. يا عمنا عبد المنعم، اشتهرت بصيد الاسماك الضخمه وبالذات المسمى بتاع العجول. جميل. السبب الميزات شنو اللي خلت عمنا عبد المنعم يشتهر بصيد الاسماك الضخمه النيليه؟ طيب جميل. انا طبعا اصلا قبل ما اجيني اعاقه بتاعت حادث حركه، نعم، كنت في جبل اولي عندي محل تبريد وتكييف. يعني سلفا كانت أيوة. لك مهنه غير الصيد. ايوه، دي كانت مهنتي، يعني ما متوارث الصيد. يلا كانت هوايتي اصطاد السمك الكبير ده. نعم. لما في اتعوقت جيت زدت المشروع. نعم. وزدت الشغله، كبرتها وبقيت بس متخصص في صيد العجل والسمك الكبير اللي هو من عين شبر او عين 8 والتماش، ده بجيب سمك كبير كله. يعني من 10 كيلو. اول حاجه مضاربه للثروه السمكيه، انا ما النوع اللي بحارب في محافظه على السمك. بتحافظوا على الثروه السمكيه. ده بالنسبه لي، ودي اهم حاجه يعني ده بالنسبه لنا احنا. ده في شنو، ده في يعني زي ما بيقولوا في نظامي كده. ايوه. لكن طبعا الدنيا كلها ما واحد. صح. بس عندي ثاني شبك الفسيخ ده. نعم. وعندنا ناس شقيقتنا متخصصه في السمك الفسيخ. يا ده سلام. برضه ده جزء برضه متخصص للفسيخ. نعم. وبجينا موسم العجل ده وبنشتغل العجل. جميل. الكميات. والبلطي بالجبادات طبعا بنصطاد بالجبادات. ايوه. بالصيد بالمكانات، صيد السمك بالبلطي ده بالذات. بالجبادات. كويس. شايف اخواننا ديل، اخواننا ديل اتحركوا من قبل شويه وطلعوا، وحاليا الرحله بدت بالنهار. بالظبط. فيا ترى ماشيين وين؟ ديل حيعملوا دوره كامله كده اكثر من ميدان كوره كده ويجروا لبر. السبب شنو؟ السبب بس هم بيكروا السمكه في المنطقه دي، يكونوا كابين عيش وحاجات زي كده. ايوه، يعني دايرين يرموا الشباك. هسه رامينا وحيجروها هسه. ايوه، شايف الغارب هناك. أيوة. وحاليا ديل ناس نفرين جارين الحبل. دي سيب الشبكه الصره. يعني نبدا، ممكن نوجه الكاميرا. أيوة. هاي يعني شبكه الصره بيبدا من هنا ويمشي. صاحب المركب ياخذ دايره كامله اكبر من ميدان كوره شويه. ودي كلها شبكه واحده. دي شبكه واحده، في اكبر من دي. يا في شبكه بتخش 400 متر، تطلع ب 400، بتكون جوا في دي كمان ديك كبيره. نعم. سمه ومصره. ومصره ديك بتجيب يمكن تجيب كم بيجيب طن طن من سمك. السمك. انا زي ما قلت لكم قبل يومين جابوا بها قطعه 94 قطعه واحده. نعم. جابوا بها قطعه 78 قربت لل 80. جميل. ده اللي قاعدين في الجزيره هناك. حته هنا مشهوره براس الدومه. راس الدومه. هاي ده اللي قاعدين في ياتو منطقه. في المنطقه دي ذاتها. في المنطقه دي. هاي ممكن نوجه الكاميرا. هاي في الجزيره دي في منطقه مشهوره براس الدومه. ايوه. دي فيها كميه كبيره من هاي الاسماك. الذين طوالهم بيكونوا جارين طوال.
جميل. الرساله اللي بتقدمها لبقيه الصيادين في الانهار وفي البحار شنو؟ انت راجل خبره وليك باع في المجال ده، وربنا يخليك ويهنيك بمالك الحلال والكسب الهنيء، وان شاء الله يعود لك دائما بالصحه والعافيه. رسالتك للصيادين شنو؟ رسالتي لهم يطوروا الشغل بتاعهم ده. نعم. ويحاولوا يصطادوا قدر الامكان، يصبروا يصطادوا السمك اللي احنا بنقول عليه قانوني. نعم. باحجام معينه وبكده. نعم. لكن حسب الظروف اللي في البلد الناس بتقدر تكسب باي طريقه عشان تقدر تاكل لقمه العيش. وعلى الاسف اقول كده عديل انه ما في اهتمام بالمجال بتاع الاسماك، ولا عندهم خيوط بتجيهم، ولا عندهم اعانه، ولا كان دي وزاره الاسماك دي كانت كبيره الثروه الحيوانيه دي، قسم الاسماك ده كان بيجيب اعانات، بيجيب نعم. خيوط، نعم. بيمشوا مناطق بيودوا الناس بيشتغلوا. دلوقتي بقى ما عندهم اي دعم من اي حاجه، ولا توجيه ولا اي حاجه. نتمنى انه الرساله الجميله دي من عمنا عبد المنعم تصل لكل المسؤولين والصيادين يحاولوا يخلوا بالهم من الثروه السمكيه دي. نعم. ويحاولوا يصطادوا بقدر الامكان، يعني صيد قانوني، لكن الظروف حكمتهم انه يعني يشتغلوا باي طريقه، لانه الظروف بقت صعبه شديد. نشكرك عمنا عبد المنعم على هذه العبارات والكلمات والشرح الوافي الجميل والتوجيهات الجميله بالنسبه للصيادين عموما. نفس السمك ده في عينات كبيره احجام اكبر. لا، في موسم الخريف بالذات. نعم. الكاس ده بيجي 6 كيلو 10 كيلو 8 كيلو القطع. سمك الكاس بيجي 6 كيلو 6 كيلو كويس. سموه بالكاس عشان خشمه ده صح؟ والله الكاس دي اسمها المصايب، لكن طبعا المصريين بيسموه اسم ثاني. اصلا غيره فيها سنون، ما يقول لها بسنون. ايوه السمكه ابو سنون. الوحيد اللي هنا الا هو التنبيره، لكن البحار طبعا فيها. عليك الله ركز على القفه دي، لانه عشان الناس بيصطادوا بخيط صغير بعيون، لكن الظروف حاكمه، يعني الظروف حكمت الناس شديد بالمناسبه. جميل. الظروف حكمت الناس انه تصطاد بالعصب. هاي لانه نعم. لانه العصب سريع وكسيب يعني. نعم. كسيب. عشان كده الناس دارت شرحت كلمات جميله قبل. بالنسبه للمشاهد الكريم، الفتحات دي هل يا ترى كلها واحد ولا بتختلف؟ لا كلها ما واحد، حسب الحاجه الدايره. في من عين اصبع، في من عين اصبع. نعم. هاي في من لاحظ معي. نعم. شايف دي بالعه كده معلش اعمل الحركه دي ثانيه. دي بالعه. ايوه دي بالعه لها سمكه شايف. ايوه دي بالعه سمكه صغيره. الكبير بياكل الصغير. السمك الكبير بياكل الصغير. دي حياه البحر. ايوه جميل جدا. يلا دي بتبدا من عين اصبع. أيوة. الحاجه الدايره فيه. أيوة. يعني انا بالذات عندي شبك شبر واربع قيرات. ايوه له 30 بوصه. واسع. 30 بوصه. ايوه. ده بتجيب من 80 كيلو 70 كيلو 60 كيلو. يا سلام. وقبضت والصور دي مصوره، ممكن ترجع في اللي بتلقى انه في حاجات مسجله. شاهدت انه عندك لغات في قنوات متعدده عن الاسماك وعن المصايد. هل هنالك مناطق اخرى تم العمل فيها غير هذه المناطق بالنسبه لك؟ انا بالنسبه لي والتقيت بكل الجمع الغفير اللي نحن بنشاهده في القنوات المتعدده والمختلفه. انا كان سكت تيم من الصيادين. نعم. بعد الاصابه وبقيت كويس. نعم. سكت تيم من الصيادين من جبل اولياء. نعم. بصيد الجباده صادوا البلطي. ايوه. وانا زال شلت الشباك ومشيت. نعم. احنا مشينا لحد حته لحد قريب مشارف الجبلين. يا سلام. كوستي. هاي جنوب الجبلين، جنوب يا سلام يا الكلام ده كان يمكن وصلنا قريب الحديد. يا الحديد بس هي منطقه حدوديه طبعا. نعم. منطقه حدوديه مع جنوب السودان. نعم. كوستي، منطقه كوستي، منطقه الشوال، منطقه الكوه، الدباسي، الدويم، دي كلها اشتغلنا فيها شغل كثير شديد. يا سلام. هناك عندنا يعني زي ما بقولوا بصمات. اتمنى انه كل الرسائل دي تصل للمشاهد، وبالذات التوصيات من عمنا عبد المنعم ان شاء الله سوف تجد ناس الابحاث. جميل. وشوف المعوقات شنو، وشوف الحلول شنو. نعم. الصياد ما فرد سوداني وفرد داري ياكل عيش. نعم. يشوفوا البدائل شنو. نعم. يحاولوا. نحن ما بنقول نحن ناس بدائيين. نعم. لكن برضه دارين توجيه، دارين نشوف البديل شنو. لازم يكون في تضحيه. نتمنى من ربنا انه المساله تتطور، الثروه السمكيه تكون هي المصدر الاول بالنسبه لنا نحن في هذا الوطن الجميل، هذا الوطن العملاق، هذا الوطن الشاسع الشامخ بابنائه كامثال عمنا عبد المنعم. ولكم منا كل الود والتقدير عزيز المشاهد.
سوف نلتقي في حلقات أخرى. تحياتي والتيم العامل بقناة آفاق السودان من العاصمة القومية الخرطوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس في اضافه سريعه انا بقول لاخواننا الصيادين او في اي مشروع زراعي او خاص بالبحر، الناس تمشي للبنوك، في بنك درمان الوطني، في بنك الاسره، في البنوك دي كلها بتمول الصيادين، بتمول المزارعين، يمشوا يقدموا الداير مكنه بيدوه بيشتروها له، والداير غارب كبير يدوه له، والداير اي حاجه بالتزامات معينه، وهو يكون زول نشيط ويمشي يستلم الحاجات دي وينتج اقساط. يعني هسه انا بدفع قسط في المكنه في 24 شهر بدفع 50,000 في الشهر الواحد. دي بالنسبه لنا بسطات ما كثيره. نعم في ايام بيكون فيها زنقات لكن ما عندنا حلول. انا والله الحمد لله يمكن دي المره الرابعه يشهد بها البنوك، بنك الاسره وبنك درمان الوطني، اخذت منهم حاجات والله الان للان موجوده، للان موجوده. المكنه السوزوكي دي انا ماخذها ب 4700 الليله ب 130 130,000. شوف الفرق. المكنه دي ما شاء الله قاعده معي من 2010 ماخذها من كندرمان الوطني من شركه حسونه. الحاجات دي موجوده، الناس تدوق صدورها وتبقى ناس منتجه تبقى تشتغل وتجيب تسدد كده، امورهم محلوله. دارين شباك، دارين مراكب، الحاجه اللي فيه بيجوا لهم. ده كلام يعني شنو الناس تحاول تساعد نفسها، لكن كونه يجيك زول ياكلك تاني من برا منظمات ولا هيئات، دي كلام ده تاني ما بيحصل. وحتى الناس دي لو دارينك تكون منظم، عندك اتحاد، عندك جمعيه يدعموك. نحن عملنا جمعيه جبل اولياء، والله للاسف الصيادين ما التزموا، اكلوا الحاجات وفاتوا على كده، الجمعيه هسه مجمده. عشان كده الناس تحاول تمشي للبنوك، بنك الاسره مفتوح لهم، اي بنك مفتوح لهم، يشيلوا الحاجات دي الدارين الحاجه اللي محتاجين لها في المشروع الدائري وبجيبوا لك. عشان شنو الناس تجتهد، ما تقعد تبقى عالة على المنظمات والدول الثانيه.